صباح الخير بناتنا حبايبنا متابعين منوعات ونذير، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة يا ربي. إن شاء الله يسعد صباحكم على الخير والبركة والصحة والعافية وزيادة بالرزق، وإن شاء الله يا ربي يدومكم صحة وعافية يا ربي. اليوم جيت وياكم نخيط العباية الخليجية إن شاء الله. والقماش اللي حنحتاجه هي هذا القماش 3 أمتار زين وسحاب، وبعد ما يحتاج لأي شيء. والقياس اللي ما حنحتاج يوم أخذ قياسات، لأن هم جايبين لي قياس يعني هو الشيء اللي يريدوه عليه نفسه نسوي، ما نحتاج نطلع طول وعرض وما شنو، هو كله فت نفسه، ما حد دوخين بيه، وإن شاء الله يكون سهل وينال إعجابكم يا ربي. هسه نبدي بالشرح مالت الخياط الفصال العفو. بنات فرشته هنا بالقاع لأن ما يكفيني الفصال على الميز، فعلى مود يوضح عندكم هنا. أنا حبيت الحاشية تصير يعني هي الحركة بالعباء الإسلامي العفو الخليجي، فهيك سويته بهالطريقة هاي. هناك صارت الحاشية عندي. هنا شنو بنات، طلعت من هنا الأسود السادة، خليته رجعته للخلف، وهاي الردان. هنا الردان حيبدي القص مالتها يعني من هالمستوى هذا وينزل اللي جو، بس أنا ايش راح اسوي؟ حقلل. ليش؟ حبدي من هنا الردان واشكل بيه من النقش اللي بالذيال اللي بالحاشية، حجيب من عنده اخلي هنا اعوضه بهاي، ما اخليها تكون سادة. فان شاء الله تشوفون الشكل النهائي مالتها بنهاية الفيديو. هسه نبدأ بس نفصل إن شاء الله بنات. أول شي نطلع هذا الزايد، طبعا إحنا ما نجي سنتر وياه فت، نعطيه تقريبا أصبعين ونقص. تمام، بسم الله على بركة الله. هاي نقصه للأخير. هسه كمان قص الوصلة السادة، نجي نحفر من هنا العباية، هم نعطيهن يعني بنفس المستوى، لا نعطيه شوية مقدار، يعني مو حافة بالحافة، لا نعطيها مجال تقريبا اصبع للخياطة، نخلي نحفرها لان هي قاعد كل القياس عليها مضبوط، البنية كله فت عليها، فاحنا نجي ما حنحتار بالمقاسات وهاي الشغلات. هنا هم نعوف مقدار هم من اصبع. هسه بنات وصلنا شلون نقول الحفرة مال تحت الابط. شو نسوي احنا؟ مو جينا عدلة، لا شو نسوي احنا؟ هسه ناخذه ميلان هم نفس المستوى وللأخير نقصه. قلنا نعوف مسافة عن الخياط الأصلي ونقص احنا الزايد. شوف بنات فصالها. هسه بقت عندنا بس شغلة، هسه حراويكم اياها ايش راح نسوي بالذيال. تشوفون بنات هاي العباءة الأصلية اللي هو احنا قالب عليها اشتغلنا، وهسه هاي الجديدة، فاحنا ايش راح نسوي؟ حنقص هاي بمستوى هذه، عرفت شلون؟ هسه شوف شلون حنبدي، هم نعطيها مسافة لين ورانا كف، بعد شلون نجي ميلان للأخير. شفتوا شلون عيني طلعت؟ هسه بس أعدلها شوية. هسه حنجي نعوض الردان. قلنا هذا الأسود اللي هم يعني حاطيه، هذا كله حشيله، حضيف أنا من عنده أعوضه بهاي الحاشية، عند تصير حركتها كلش حلوة العباية. هسه حنبدي نقص اللي جواني، نشوف ايش قد المستوى مالتها الأصلية، احنا نقص ونضاعف بيها. هسه جايبة تقريبا الوصلة اللي حاطيها شبر وكف، حاطين هما شبر وكف، اني حجي اعوض اسوي شبر تقريبا واصبعين اخلي، لان عندنا خياطات هنا خياط من ناحية يروح اصبع
ومن ناحية الحصبع تجي هي فت العباية على البنية. هسه نبدي نقصها. هسه قصينا بنات، مثل ما قلت لكم نبدي نعوض، احنا نعوض بالمشجر نخلي. هاي كملناها، شفت شلون طلعت؟ هسه حنجي نعوض بهاي الوصل. هسه ايش راح ناخذ ونحطها. هسه بنات حضرت الوصلة اللي حتعوضها بمكان الاسود السادة. انا قلت لكم لازم ايش قد هنا عندنا نصعدها اللي فوق على مود نحسب حساب الخياط. حتروح اصبع خياط من الوسط الردان واصبع من الحافة حيصير من هنا. فايش قد حيصير عندنا؟ احنا قلنا لازم ناخذ هذا، قلنا نعوفه خياط، هذا الشبر عندنا قلنا وش قد والكف باعوا هنا. طلع عندي، شوف هسه هذه المسافة اللي تباعوا علي وياي العفو، باعوا هنا ايش قد طلع عندي. هذا همنا للكف، فكلش هسه فت القياسات. هسه نقصها يعني هاي على الردانين. تمام، هاي نعدل هسه بنا، ومن هنا همنا نفتحها على مود تصير خياط يعني كلها متساواية خياطاتها، ما صار عندنا يعني جهة مسدودة وهاي، مثل ما هي كلها مفتوحة نسويها. هسه نطلع هذني الزيادات لان ذني يقلنا بالخياطة طلعنا القياس مو مضبوط. كلها عم تجي عدلة عندنا مسنترة ان شاء الله بإذن الله. هاي منها نفس الحالة. يا رب يعجبكم ان شاء الله هذا الموديل. لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات على مود يوصلكم كل شي جديد. هسه بقت عندنا شنو يعني شغلة بنات، عندنا شغل بالموديل الامامي. ايش راح نسوي له؟ شلون نفتح الامامية؟ الظهر يكون عندنا مسدود والامامية لازم مفتوحة من الوسط. هسه ان شاء الله اراويكم الخطوات. هسه بنات فصلت اني الظهر عن الصدر. هسه حاجي ادنبسه لان القماش مالته يعني شلون بيه نايلون يعني ما يثبت وياكم، يتحرك. نجي نقص الوسط مالت الامام ما يتحرك عندنا، يطلع القياس عدل. لازم تدنبسيه على مود تثبتين الفصال والقصة تطلع عدك عدلة، تنتبهين عليها. هسه هاي كلها هنا، هسه هنا حطيت دنبوس وهنا بالذيال هم دنبوس خليت. هنا هسه حخلي دنبوس على مود يثبت عندنا الموديل او القصة يعني. هسه بنات حنحدد الفتحة مالت الرقبة وميلان الكتف. لازم نميل الكتف بنات، لازم نميل هذا القصة مالتها. فهسه ان شاء الله نبدي نحدد الفتحة مالت الرقبة القصة، ومن خلالها نقص نفتح هاي الأمامية. بنات هسه حفرة الرقبة شلون تصير؟ 4 أصابع مسدودة من فوق، ماشي، ونحدد 4 أصابع نخطها، هاي 4 أصابع. نجي هنا والنزال مالتها أصبعين، هم نحدد الأصبعين. هسه حرسمها ونكمل. بنات هسه أنا رسمتها حددتها لأن ما أدري أسيطر أخطط لكم لأن الكاميرا مقربتها على مود تشوفوها زين. فأنا هسه حددت هاي ميلان الكتف لازم يصير يعني هيك يصير. من يبدي من الصفر ونطلع إلى أصبعين بالنهاية مالتها. عم توعد العباية كلش حلوة تصير. هسه نبدي نحفر. بسم الله. باعوا بنات هاي الحفرة مالت الرقبة. تمام. هسه نبدي من هنا، قلنا من الصفر نبدي وننزل إلى النهاية. هاي كملناها. هسه شنو عندنا؟ هسه عندنا القصة الأمامية شلون نسويها؟ هسه أراويكم. بنات هسه حفرة الرقبة شلون ايش قد حيصير قياسها؟ أنا قلت لكم أنا أقيسها بالإشبار.
فحصير الفتحة مالتها الفتر المفتوح يكون واسع، تمام. وعلى مود لا تصير بيها دلعة همينة كبيرة، وإضافة السحاب عمل ما تعيقنا. هسه عدنا فتر كامل، نحدد الفتر. نجي ويا بداية الحفرة، شوفوا بنات وضح عندكم. هسه حجي أقصه، ما نقصه منه، لا نجي منه نقصه. عم تصير عندنا هنا شنو؟ زاوية تبوط عندنا بالقماش. شوفوا بنات، نجي من هنا نقصها، بسم الله. باعوا شلون؟ ونفتحها. شوفوا ما صارت عندنا زاوية، باعوا هاي الحفرة مالتها، باعوا شلون؟ ما صارت بيها اللي نقول عليها الزلومة، لا تجي عندنا من نخليلها الشريط داير مدايرها، ما تصير بيها هنا زاوية منبلة، لا. هسه حنبدي نفتح العباية على طولها. هسه بنات كملت القصة مالتها للنهاية، ما حبيت اطول عليكم الفيديو فقصيتها ورجعت لكم. هسه ان شاء الله شو نسوي بعد؟ نقص لها الشريط اللي يكون على داير مداير، يعني شلون نقول من الامام تندار على الركبة، من الخلف الركبة طبعا مالت الخلف تكون عدلة، كل شي ما نحفر بيها تصير عدلة. ونجي نجيب هذا الشريط اللي حلف اللي هو طلع من ضمن العباية من ضمن القماش، نضيفه عليه، نطلع يعني مقدار 3 أصابع ونسوي نكفه. هسه حقصه وياكم الشريط عم تعرفوا له. بنات هسه هاي الظهر ما سويت الردان وياكم، ما يعني سويت النزلة مالتها الميلان مالت الكتف أصبعين. فهسه حنقصها. بشوفوا الرقبة تظل عدلة، أبد ما نحفر بيها، أبد كل شي ما نسوي بيها. هسه بس نقص هذا الميلان مالت الكتف بس، بسم الله. بس هاي بنات هسه هاي وصلت الشريط اللي حتكون على داير مداير العباية الخليجية. ايش قد قلنا؟ احنا ما قلت لكم 3، لا احنا حنسوي أصبعين، تمام. هاي هسه لين شو اسمه جهة وحدة، لا بس احنا ناخذها شقد 4 أصابع، عمود من نطبقها تصير عندنا تصفى أصبعين. ماشي عيني بنات. وإذا شفتوه يعني قصير الشريط تقصون همينه بعد هم 4 أصابع وتخيطون راس براس وتنضاف عليها، ماكو أي مشكلة يصير بها الموضوع. فعادي الأمور طيبة، لا تخافون وترتبكون شلون حيصير نشاز، لا هي ترى حتى العبء جاهزة، ما يخلوا لها يعني الشريط ما يصير كله كامل، يعني احنا من الصدر لحد الرجل هي 1.5 متر، فلازم نضيف عليها القماش بعد، يعني 1.5 متر ب1.5 متر يصير 3 أمتار الطول الشريط داير مداير العباء، تمام عيني. هاي لكم معلومة عمود، يعني لا تخافون وتتجبجبون وشلون وحتخرب العباية، لا ماكو هيجي شي. فإن شاء الله نقص القماش ونرجع نكمل العباية. بنات هسه اني قصيت الشريط، طلع طوله 3 أمتار وبيزايد تقريبا 3 سنتيمات، لأن هو القماش كلش ما شاء الله طوله حلو، ما تحيرين بيه تظلين متقيدة قصر أو فشي، لا أكو قماش يصير قصير لازم تضيفي له وتسوين. بس هذا لا الحمد لله والشكر. هسه إن شاء الله ننتقل إلى الماكينة ونخيطها سوية. بنات هسه إن شاء الله حنبلش بخياط العباءة الخليجية. نرفع الدنابيس، قلت لكم احنا لازم نثبت من نريد نفتح الأمام. هسه إن شاء الله أول ما نسوي نثبت الأمام بالظهر، هاي خطوة أساسية. أنا نشيل الدنابيس عم نشتغل براحتنا. هاي كملناها. هسه شو نسوي؟ نيجي نربط، هاي آخر تنبوط، هذا عندنا الظهر. نيجي نحدد نخلي الردانات مالت الأمام ويا الخلف.
شوفوا شلون. بس قبل كل شي شو نسوي بنات؟ قبل ما نحط هاي الردان حنحط خليناهن العفو شلون الحاشية اللي قصيناها نخليها وياها هاي. شوفوا بنات هسه حنربط هاي الحاشية حخليها اني هنا بالمعصم على مود من نحتاج لها اوفر وهاي الشغلات، على مود تصير بيها نظافة الكف مالتها. يا الله خيط. ناخذ مقدار اصبع بالخياط، عندنا الكفة همينة حتكون اصبع، يعني اصبع والثاني يصير الكفة. هسه هاي كملناها، حكمل الردانات كلها نفس يعني هاي الخطوة، ونرجع نكمل هاي العباءة. بنات هسه كملت الردانات، حتى هاي رجعت خيطتها ورا ما كملتها منها خياط. هنا هم سويت لها خياط لازم نسويها. هنا اللي تحب تخلي سوتاج او فتش يعني شي بسيط كيفها تخلي، بس هي ما رادت بها، رادتها هيك بساطة لان الورد مالتها كبار فضاهية عليها فما احتاجت هي. فاللي عاجبها تخليه مو مشكلة، حسب القماش تشوفه اذا يحتاج له تخليه، لما يحتاج له تعوفه هيك على ما هو. بس نرجع نخلي الصدر الامام ويا الخلف نربطهن. هسه شنو بنات حنربط؟ نبدي من جوا الردان ونصعد بيه لحد حفرة الرقبة على مود يطلع عندنا الخياط تمام. نبدي نخيط أول مرة، يعني نبدي من الكتافات. هم ناخذ مقدار أصع بالخياط بس يطلع خياط على خياط مضبوط. أهم شي العدالة والبنات والنظافة، أهم شي هاي. خلينا نقص هذا الخيط عمل لا يضوجني. تنتبهون على اللون مالت لمعة القماش، بس هنا عندي مبين لونه فاتح، هنا طخ. هاي الملاحظة لازم تنتبهون عليها، نبات واحد يستعجل ويخطأ، فواحد ينتبه. هسه وصلنا للنهاية مالت القماش. هنا اقويها لان وراها الشريط نحطه، ما حسوي شي هنا اوقف. طبعا عندنا ابو نذير يضج من هيك يقطع الخيط بايده، يقول اكو مقص قصه بيه، احنا ما اعرف عن العجله اقصه هيك اسرع ونشوفه. هسه ارجع اكمل الجهه الثانيه وراويكم اياها. بنات هسه انا كملت الجهتين خياط، باعوها شلون صارت. هسه بنات باعوا كملت هذا الخياط الوسط يصير بالردان، شوفوا شلون هذا من الكتف اللي جوا. هسه حبدي اكف هاي الكفة اصبع باعوا بنات، اصبع واحد وهذا الثاني نخلي، لان احنا نطيناها زيادة للكفة. دائما هذا مالت الخياط اللي خيطنا النيمة هيك اللي جوا يميل على مود.
بنات لا تنسونا مثل ما قلت لكم باللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيه. هسه خلصت هاي، حكمل الردة الثانية عمود يأسر عليكم الفيديو طويل وتملون من عنده، ونوصل لحد السحاب ونشوف الخطوات ويانا. بنات العفو قلت لكم لحد السحاب، لا حقفلها وياكم جهة وبعدين كمل الثانية ونرجع للسحاب. لازم نضبط القماش. طبعا وسهلة بنات، ما تاخذ وقت، لان شفتوا يعني هي دازت لي القالب، اني عليه اشتغلت من عندك قالب حيصير عندك الموديل سهل بالفصل ما تحيرين بيه. بس اذا بي اكو ملاحظات كياخة شغلات يعني حطره بالموديل بالرقبة شوية لا ياخذ وقت يعني من عندك. طبعا هاي المبتدئة كلش يفيدها هذا الفصل، يعني سهل وما تظل حايرة ومدري شلون اخاف طلع قصير اخاف طلع قصير اخاف يعني هيجي، فهذا لا حلو، هو نعطيك قالب تشتغلين عليه كلش سهل ومريح حتى ما تختلفين، بس شوية تطين زيادة من الطول مالته فوق من الكتف يعني همينه تطيه شوية زيادة على مود الكف الحافة مالت من الصفاح مالت الرجلينات اللي منا ومنا تصير بالجوانب مالت الخياط بالحافة مالته شوية نعطيه مقدار 3 أصابع بس من الطول واشتغلي بعد تأمنين بيها انتي. وإن شاء الله تشوفين الفيديو، اللي ما تعرف تشوف الفيديو وتستفاد منه. ولا تنسوني بنات بالدعاء، يعني كل ما تستفاد الشغلة تدعونا، أهم شي الدعاء عندنا. بنات صح واحد دا يشتغل بس ما طول انتي تشتغلين بهالأثناء شنو يصير عندك؟ صح واحد مركز في شغله يريد عقله وهاي كله ويا الخياطة وهاي زين، بس لازم شو تسوين؟ بالك ويا ذكر الله سبحانه وتعالى، الاستغفار، التسبيحات، قراية الآيات، السور القصيرة، العفو. والله جد تسهل عليك الأمر، جد تسهل عليك. ريح الله إن شاء الله يريح بالكم يا رب، يسهل أمركم يا رب. هسه كملناها بنات، هاي حنرجع شو نسوي؟ أكمل الثانية ومنتقانا لحد السحاب. بنات هسه خليت الشريط اللي داير العباية، هاي مقدار إصبع خياط مالتها. هسه حكملها كف أكفها ونرجع نخلي بس السحاب بعد. إن شاء الله كملناها، يعني كلش بسيطة. خلي أكملها عمود لضوج من صوت الماكينة. هسه بنات وصلنا للسحاب. السحاب شنو يصير؟ هو نثية وفحل. يعني شنو نثية وفحل؟ يعني السحاب شلون ما تلقى ماصل هيك يتركب بالميزانية هاي على مود يسد هاي، هذا يسموه نثية وفحل السحاب. هسه اجي افصله عند اخيط كل جهة بحل. هسه بنات حنقيس السحاب، يعني منا من الجو من الذيال نصعد بيه اللي فوق. ما ردنا ما رادت بيه تصير بيه فتحة، يعني شايفين نبات الفتحة تصير بالعباية تقريبا بالشبر، الرجل تبين او اكثر من شبر، فحبت ينزل السحاب اللي جوه. فمقدار ايش قد عفتلها؟ مقدار تقريبا كف مسدود فتحة على مد حركة الرجل. هسه حخيط السحاب.
والزايد يطلع اللي فوق نقصه. هسه حنبدي نخيطه، نخليه بهالشكل بهالنظام. يعني بعد شلون بنات السحاب شلون يبين سنونه هيجي يطلع، مو كلش يعني داخل اللي جوه. هسه حنبدي نخيطه. بسم الله. نقوي شوي المقدمة على كيفنا. هسه نكمل السحاب. بنات هسه حكمل السحاب وأراويكم إياه على شكلها النهائي إن شاء الله بعد الكو وهاي، وأعرض لكم إياها. بنات وهذا الشكل النهائي للعباءة الخليجية، شوفوها يعني. هنا ندى العمو كبيرة، شوفوا المسافة مالتها، والردان تطعيمه كلش مرتبة. باع الخياط شلون حلو صار. شوفوا التفاصيل حلوة. يا ربي تعجبكم.